بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في سلسلة فيديوهات برمجة تطبيقات الفيسبوك باستخدام الفيسبوك سي شارب اس دي كي الإصدار السادس. وفي درس النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نعمل اوثنتيكيشن مع الابليكيشن بتاعنا، وازاي نحصل على الاكسس توكن اللي احنا محتاجينها عشان نكمل بعد كده ونقدر نتعامل مع اليوزر اللي أخدنا منه الاكسس توكن دي. هنفتح الفيجوال ستوديو وهنعمل ابليكيشن جديد اسمه اوثنتيكيشن واحد. انا كنت عملته وقفلته كده بس، انا سميت هنا الفورم ساين ان. تمام. هنضيف فيها ويب براوزر، هنسميه ويب فيسبوك. تمام. وهنضيف بطن هنا هنسميه بي تي ان ساين ان، وهنسمي التكست، هنخلي التكست بتاعه ساين ان. احنا عايزين اليوزر اول ما يفتح البرنامج بتاعنا يبدأ يعمل عملية الساين ان او تسجيل الدخول بالاكونت بتاعه. فاحنا محتاجينه اول ما يضغط على البوتون ده يبدأ الصفحة دي تحمل بصفحة الفيسبوك اللي من خلالها يدخل فيها اليوزر والباسورد، وبعد كده يحوله على الابليكيشن بتاعنا يسمح له ان هو يستخدمه، وبعد كده ناخد منه الاكسس توكن. طيب احنا قلنا ان احنا هنستخدم في الشرح بتاعنا هنعتمد اعتماد كلي على الدوكيومنتيشن بتاعة الفيسبوك. فاحنا هندخل على الدوكيومنتيشن وبعد كده الكور كونسبتس، وبعد كده هندخل على الاوثنتيكيشن ونشوف احنا هنعمل ايه. احنا مهمتنا كلها ان احنا نحصل على الاكسس توكن. هو هنا بيقول لك لو انت هتعمل ابلكيشن للديسكتوب قدامك طريقه بسيطه جدا، وهي انك بتعمل امبيدد ويب براوزر زي اللي احنا عملناه دلوقتي، وتبدا تخليه يعمل نافيجيت على اليو ار اي ده او على اليو ار ال ده. اليو ار ال ده بسيط جدا. فيه هتحط فيه بس فيه شويه متغيرات بسيطه اللي هي الابلكيشن اي دي بتاعك، والصفحه اللي هيرجع لها بعد ما المستخدم يعمل اوثنتيكيشن. وهو الفيسبوك عامل صفحه بسيطه خالص HTML ما فيهاش الا كلمه سكسس بس، اول ما بتفتحها كده بيطلع لك كلمه سكسس، وهيرجع لك معاها وانت هتقول له ان انا عايز الحاجه اللي ترجع مع الصفحه دي الاكسس توكن. وده هيبقى شكل اليو ار ال اللي هيرجع بعد ما المستخدم يعمل اوثنتيكيت مع الابلكيشن بتاعك. تعال ناخد اليو ار ال ده كوبي كده ونفتحه. لو فتحت الصفحه دي كده هتلاقي كاتب لك كلمه سكسس بس كده. طيب لو انت لاحظت العنوان بتاع الصفحه دي كده، ده لحد هنا مفيش مشاكل. هو ضايف لك بعدها كده هاش او شباك اهوت، وبعد كده اكسس توكن بيساوي اليوزر اكسس توكن اللي احنا محتاجينه، وده اللي احنا هنستخلصه في البرنامج بتاعنا. هنعرف هنجيبه ازاي. بس انا عايزك تاخد بالك من حاجه مهمه جدا، ان ده شباك. الشباك ده مش هتقدر تتعامل معاه او تجيب الحاجه اللي وراه بلغه البرمجه من جوه الصفحه. انت ما تقدرش تتعامل مع الشباك ده، الحاجه اللي بعد الشباك ده، بلغه البرمجه، لا، بلغه البرمجه بتاعه الويب من جوه، لا. اللي احنا بنقدر نتعامل معاه بلغه البرمجه في الاي اس بي دوت نت او في البي اتش بي او كده، اللي هي الايه، الكويري سترنج اللي هي بتبقى فيه علامه استفهام كده وبعدها اند مثلا او كده بس. لكن يعني بالشكل ده نقدر نجيب الاكسس توكن، لكن بالشكل ده مفيش حاجه بتقدر تقرا اليو ار اي ده الا البراوزر بس. فاحنا عشان كده بنستخدم الامبيدد ويب براوزر بتاع الدوت نت عشان نقدر نتعامل مع الاكسس توكن اللي هتجيلنا دي. بمعنى ان خلينا نشوف دلوقتي عمل وهي هتوضح دلوقتي اكتر. خلينا نرجع تاني للاوثنتيكيشن وهناخد اليو ار ال ده وهنبدا نعمل نافيجيت عليه من التطبيق بتاعنا. هندخل هنا على البوتون بتاع الساين ان في الايفنت كليك، وهنعمل هنا سترينج اسمه اوثنتيكيشن يو ار ال، وهنسميه وهنحط فيه اليو ار ال اللي هو ايه، اللي هو جالنا ده. نبدأ بس نظبطه كده، نشيل منه نخليه في سطر واحد. تمام. هنمشي معاه واحدة واحدة كده. بيقول لك ايه، هو طالب مني ايه، الكلاينت اي دي بيساوي اليور ابلكيشن اي دي. ده هنروح نجيبه من الابس، من هنا هندخل على ابس وهندخل نجيب الابلكيشن اي دي بتاع التطبيق بتاعنا اللي هو ده، وهنحطه هنا. تمام. بعد كده ريدايركت يو ار اي ده الصفحة اللي هيتحول عليها الابلكيشن بتاعنا بعد ما يخلص. وبعد كده
الريسبونس تايب ايه النوع الحاجه اللي هترجع لك في دي. في نوعين، حاجه اسمها توكن وده هيرجع لك الاكسس توكن على طول، ودي اللي احنا هنستخدمها. في حاجه تانية لما هتيجي تستخدم الويب ابلكيشن مش هينفع ترجع التوكن على طول، لازم هترجع حاجه اسمها كود، والكود ده زي شفره برضه كده زي الاكسس توكن، بس انت بتاخدها وبعد كده تبعتها للفيسبوك تاني، هو يرد عليك بالايه بالتوكن، عشان العمليه تبقى اكتر حمايه ويبقى فيه امان اكتر. تمام، لكن احنا هنا هنبقى هنستعلم عن الاكسس توكن على طول. هنبدا نعمل بعد كده navigate او فيسبوك دوت navigate على ال authentication URL. تعالى كده اما اوريها لك. قبل ما نبدأ نكمل هنعمل run للابليكيشن. اول ما اعمل sign in قال له ايه log in to your Facebook account with test، عشان تعمل authentication مع الابليكيشن اللي اسمه ايه test اللي هو بتاعنا. هو بعد اليوزر ما هيعمل لوج ان هيبدأ يقول له ايه، يطلب منه الصلاحيات. وموضوع الصلاحيات ده موضوع تاني خالص هنتطرق له بعد كده، لان احنا مش ضايفينه هنا اثناء الاستعلام بتاعنا. احنا بس هنا عايزين اوريك الطريقه اللي هناخد بيها الاكسس توكن من اليوزر. طيب تمام، احنا هنا عايزين نراقب بقى عمليه تسجيل الدخول دي، واول ما اول ما اليوزر يدي الاو للابلكيشن بتاعنا ويحوله على صفحه السكسس، احنا ناخد بقى الايه الاكسس توكن. طيب تمام، هنضغط دبل كليك هنا على الويب براوزر، هيدخلنا على الايفنت اللي اسمه ايه دوكيمنت كومبليتد. هنعمل هنا مصيده بسيطه جدا للعمليه اللي بتتم خلال الويب براوزر. هنعمل اف الويب فيسبوك دوت URL دوت absolute URI، تمام، دوت contains. لو ال URL بتاع الويب براوزر الحالي بيحتوي على الجمله اللي انا هديها له دي، طبق الشرط الحالي. طيب ايه الجمله اللي هو بيحتويها دي؟ احنا هنا لو خدنا بالنا في الدوكيومنتيشن بيقول لك ان هو هيحوله على الصفحه دي. الصفحه دي فيها حاجه اسمها اكسس توكن، فانا هقول له لو اليو ار ال الحالي اللي انت فيه دلوقتي يا ويب براوزر ده في كلمه اكسس توكن اللي هي دي. لحظه واحده نكتبها احسن، ماشي. لو في كلمه اكسس توكن ابدا اعمل اللي انا هقوله لك ده. هقول له هعمل هنا string اسمه URL واحد مثلا، واليو ار ال واحد ده بيساوي الويب فيس دوت يو ار ال دوت ابسولوت يو ار اي. تمام، هبدأ اقطع بقى اليو ار ال ده. هعمل ايه؟ هعمل هنا سترينج تاني واحد اسمه يو ار ال 2 بيساوي اليو ار ال واحد الاولاني اللي هو المفروض هيبقى فيه السطر ده كده كله كامل. تمام، هقول دوت سب سترينج اقطع لي من اول من اول الاندكس، من اول اليو ار ال واحد دوت اندكس اوف ايه، اندكس اوف الاكسس توكن، اكسس توكن. تمام، بقول له اقطع لي من اول الاندكس بتاع الكلمه اللي اسمها اكسس توكن. يعني هو المفروض لما هيجي يقطع هيقوم قطع من اول هنا، تمام، بس انا مش عايز من اول هنا، انا عايز من بعد اللي يساوي. فانا لو عديت من بعد اللي يساوي هيعدي كده دول اشوفهم قد ايه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. فانا عايزه ياخد من بعد الاندكس بتاع حرف الايه ب 13 رقم، فانا هزود على الاندكس اللي هيجي لي 13 زائد 13 وهقول له تمام كده. فاليو ار ال 2 ده هيساوي كده، هيساوي الحاجه دي اللي هي يوزر اكسس توكن اللي هي هتجيلي. تمام، هبقى انا كده اخدت ايه الاكسس توكن. بس احنا هنشوف دلوقتي ان الاكسس توكن ده هيرجعنا معاه حاجه تانية، هنشوف هنطلعها ازاي. وهقوم قايل له مثلا ايه مسج بوكس فيها اليو ار ال 2 ده عشان نشوفه هيجيلنا ولا لا. تعالوا كده نجرب. مثلا هنعمل ستارت وهنعمل ساين ان وهدخل الاكونت بتاعي وهعمل لوج ان.
لاحظ ان هو هيبدأ يسألك دلوقتي ان انت تقبل اهو بيقول لك الابلكيشن اللي اسمه تيست اللي الصورة بتاعته كذا، واحنا عرفنا ازاي نغير الصورة والحاجات دي كلها، وتكتب وصف بسيط للابلكيشن بتاعك. هتلاقي الحاجات دي كلها موجودة في الاعدادات. انا هنا بس عشان الشرح هخليه اونلي مي، عشان لو احنا جينا نبعت بوستات او حاجه ما نضايقش الناس اللي عندنا وكده، فهخليها اونلي مي عشان انا بس اللي ابقى شايف الحاجات دي. فبيقول الابلكيشن ده ايه؟ الابلكيشن ده مش هيقدر يعمل معاك حاجه غير ان هو يعرف المعلومات الاساسيه بتاعتك بس، اللي هي الاسم والبروفايل بيكتشر والنوع بتاعك واليوزر اي دي والليست بتاعت الاصدقاء اللي عندك. الابلكيشن ده مش هيعرف يعمل حاجه غير كده. احنا قلنا ان احنا هنعمل دروس بعد كده هنعرف ازاي نضيف البرميجن وازاي نتعامل معاه. فانا اقول له جو تو اب. انا مش عايز اعرف حاجه غير كده، انا عايز بس اعمل ابلكيشن يجيب لي الصوره بتاعتك واسمك. تمام. لاحظ ان هو بعد ما خلص، بعد ما عملنا راح قايل لي سكسس. تمام. وراح مطلع لي رساله فيها فعلا الاكسس توكن. بس شوف موجود ايه فيها في الاخر، موجود فيها ايه؟ اند اكسباير ان 7/5/1/4. تعال نشوف كده دي بالثواني. تمام. تعال كده اما نشوف دي هتخلص في قد ايه. لو انا فتحت الكالك كده وكتبنا ايه 5/7/1/4، لو انا قسمتها على 60 هتطلع لي 95 دقيقة. يعني الأكسس توكن دي هتنها شغالة معايا لمدة ساعة. ساعة وي. تمام. الأكسس توكن دي هتنها شغالة معايا كده. احنا بعد كده هنعرف ازاي ناخد أكسس توكن تشتغل معانا 60 يوم. تمام. احنا مش عايزين الاند اكسباير دي، احنا عايزينه لحد بس علامة الاند دي. فهنشوف هنقطعها ازاي دي دلوقتي. هنرجع هنا، هنمسح دي خالص. هقول له اعمل لي سترينج تاني اسمه مثلا URL 3، وهقول له بقى اقطع لي URL 2 دوت سب سترينج من الاول خالص، من اول اندكس لحد الاندكس URL 2 دوت اندكس اوف في علامة اند كده لو شفناها قبل الاكسباير. انا عايزه يقطع لي من عندها من اولها كده، يقطع لي من عندها. تمام. وخلينا نسمي دي اسمها اكسس توكن وخلاص، عشان ما تبقاش دي مش URL ولا حاجة، دي اسمها اكسس توكن، وهي دي اللي احنا محتاجينها. تعالى كده نعمل مسج بوكس نطبع فيها الاكسس توكن. تعالى كده نجرب نشوف. هعمل ساين ان. طب انا هعمل كيب لوجن عشان مش كل شويه نقعد ندخل اليوزر. ماشي يا عم. ده للديفلوبر. طيب ماشي، ما انا الديفلوبر يا عم، انت مالك. مدخلناش ليه؟ طب لحظه واحده كده تاني. جابها تاني، معلش. تمام. هو كده رجعنا، هو احنا بس عشان احنا عاملين الساند بوكس فجاب لنا الحاجه اللي فاتت دي، لكن بعد كده مش هتظهر معانا تاني خالص. فعلا جالنا الاكسس توكن لحد ما احنا محتاجينه بالظبط، وما جابش معاها اللي هي اند اكسباير. بس احنا كده معانا الاكسس توكن. احنا كده خلاص، يعني احنا عملنا اصعب مهمه واكبر حاجه كنا محتاجينها. الاكسس توكن دي بقى بعد كده هنشوف هنتعامل معاها ازاي، وازاي نعمل بها بوست على الوول عندنا، وازاي ناخد البريميجر مثلا ان احنا نعدل في الصور. والحاجات دي كلها هنشوفها في البوستات في الفيديوهات اللي جايه. اتمنى ان الشرح يكون واضح وبسيط وما فيهوش اي حاجه. احنا بس ما رضيناش نطول في الفيديو عن كده عشان تبقى الحاجات متجزأة، وتبدا لو في مشكله ولا حاجه تبدا تسأل عنها اول باول. وزي ما قلنا السورس كود والمشاريع دي كلها هتلاقيها موجوده على البلوج على islamx.com/blog. وممكن لو في اي استفسار او في اي اسئله تتواصل معايا على الفيسبوك /islamx7، على التويتر islamx7، على الميل islamx7@gmail هوتميل ياهو، اي حاجه. كان معكم اخوكم اسلام حموده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.